طيب يا حضرات، توقيعك باطل، دي حملة لإسقاط توقيع السيسي على اتفاقية سد النهضة أو مبادئ الواقعة على السيسي. في الوقت ده عايز أقول لكم إن القوى تحالف القوى الوطنية اللي اتكون جديد ده، وأنا عايز أبلغ الدكتور أيمن نور قسما بالله عامل خرم عند السيسي، وخد مني الكلام وشوفوا بعدين. السيسي دماغه اتخرمت من تحالف تجمع القوى الوطنية ده. ليه بقى؟ لأنه السيسي عنده اعتقاد وظن، وقد يكون ده صحيح على فكرة. يعني السيسي الأجهزة الأمنية عنده، المخابرات والأمن الوطني، لديهم اعتقاد بأنه تحالف القوى الوطنية عنده اتصالات بإدارة بايدن، وده عامل للسيسي خرم جامد. يعني السيسي واجهزته الامنيه عاملين متلخبطين دلوقتي، لانه عارف، او يعني هو عنده معلومه بتقول ان تحالف القوى الوطنيه اللي اتشكل بره مصر من مجموعه شخصيات مختلف الاتجاهات، هذه الشخصيات وهذا التحالف لديه اتصالات باداره بايدن. انا بقول لك معلومه، خدها مني بقى وبقولها لك معلومه. والمعلومه دي وردتني اول امبارح. انت في التحالف؟ قلت له بس انا ما بروحش ولا باجي ولا لي علاقه. هو انتوا صحيح على اتصال باداره بايدن؟ قلت له لا، السؤال ده تسال فيه ايمن نور واسامه رشدي والناس دي، انا ما بعرفش حاجه، انا ما بحضرش اجتماعات ولا بروح ولا باجي، واسمي محطوط كده زي الفاسوخه كده. قال لي طب معلش يا باشا، تعالى انا بقول لك انتوا على اتصال باداره بايدن. يا عم انا لا شفت بايدن ولا شفت اتصالات معاه، بس اقول لك على سر بقى وقلته له. الجماعه دول عندهم اتصال باداره بايدن. والله العظيم بحكي لك بجد. انا حكيت للراجل بتاع الامن كده، قلت له كده قسما بربي انا بقول لك بجد وبصدق، هبيعك يعني. الجماعه دول بيتصلوا باداره بايدن. المهم يعني التحالف القوى الوطنيه ده قال توقيعك باطل، حمله لاسقاط اتفاقيه سد النهضه. على فكره اللي عمل الحمله دي في الاول لو انتوا فاكرين اهو، دشن اتحاد القوى الوطنيه في الخارج حمله توقيعك باطل. بس على فكره للامانه يعني عشان نخلص، اللي دعا الى هذه الحمله ويصلح لي مصطفى لو كنت غلطان، الدكتور محمود وهبه لما كان طالع معانا. فاكر يا محمود يا مصطفى؟ مش كان في القروض، صح صح صح، باطل في القروض، لكن ده في سد النهضه. طيب في الخبر الثاني، الولايات المتحده تراجع بتقول نراجع سياستنا تجاه سد النهضه. ده امبارح، وهي طبعا امبارح رفعت العقوبات اللي على اثيوبيا اللي كانت محطوطه من اداره ترامب على سد النهضه. لكن عندنا خبر تاني، تراخي ام لعب دور الوساطه. خبراء ودبلوماسيين الحقيقه بيفسروا القرار الامريكي ده بالخاص بسد النهضه، وبيقولوا الموقف الامريكي انحياز لاثيوبيا. يا حضرات ده الخبراء من مصر يعني. الخبر المهم، كبير مفوضي سد النهضه السودان في السوداني بيقول الملء الثاني، لا تعالى لي كده ركز دي، كبير مفوضي السودان. عارف السودان دي فين؟ السودان دي بالظبط كده لازق في اثيوبيا، ماشي، مصر بعيده. كبير مفوضي السودان بيقول ايه بقى؟ الملء الثاني للسد يهدد نصف سكان السودان بكارثه عطش. امال هيعمل ايه في مصر؟ الملء الثاني يهدد نصف سكان السودان بكارثه عطش. امال في مصر هيعمل ايه؟ ده احنا في مصر هنتشبح. عضو سابق بمفاوضات سد النهضه بيقول لك حرب النيل على الابواب، دي على قناه العربيه السعوديه. حرب النيل على الابواب في ظل اثيوبيا بتصر على اتخاذ اجراءات احاديه. الراجل قال هتحصل مواجهات عسكريه. الاخ ياسر المناوي اللي طلع قال يعني محتاجين كلام واضح وصريح من السيسي بخصوص مطلوب من سلطتنا السيسي
تحديد كلام مباشر أو واضح لا يحتمل التأويل ويحترم عقولنا، عما تعتزم السلطة القيام به حيال ذلك. مفيش حد بيتساوي للحماية من حد، لو في يبقى ما يصحش تكون مصر. النيل مسألة حياة أو موت، نتكلم في البديهيات طالما ما حدش عايز يعبرنا. اللي قدامنا دلوقتي كمصريين هو سنين من المفاوضات العبثية نتج عنها المضي قدما في إتمام بناء السد وإتمام المرحلة الأولى من ملء السد. مصر أكبر وأقوى من إنها تتسول الحياة، النيل حياة وحق. الخلايجة أو أي ممول للسد هو بكل وضوح عدو صريح ولا شيء غير ذلك. أوراق الضغط المصرية أكبر وأكثر مما توحي به مسيرة النظام وطريقته وطريقه للحل. أنا معايا على سكايب الدكتور أسامة رشدي نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، ومعايا أيضا دكتور فيصل حسن كاتب وأكاديمي سوداني، ومعايا الدكتور عبد التواب بركات أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية. خلينا نبدأ بالدكتور أسامة رشدي. دكتور أسامة أهلا بحضرتك. تحياتي يا أستاذ محمد لحضرتك وللمشاهدين الكرام جميعا ولضيوف حضرتك الكرام. أنت سمعت الخبصية اللي أنا قلتها عنكم؟ والله اتحاد القوى الوطنية المصرية هو يعني كيان ممثل لقوة سياسية موجودة. أيوة دكتور. من حقه انه يتواصل مع كل انا قلت العالم. والله العظيم انا قلت بص انا بقول لك من وراك وقلتها واقولها في وشك. انا الراجل بيسالني انتوا عندكم تواصل مع ده؟ اصل الموضوع ده عامل مشكله للسيسي. قلت له بصراحه انا ما اعرفش وما عنديش علم، لكن اعتقد انه كلامك صح وكلام السيسي صح. التحالف القوى الوطنيه لديه اتصالات باداره بايدن. طيب خليني ارحب بالدكتور فيصل حسن. دكتور فيصل اهلا بحضرتك. طيب وكان معانا وهينضم لنا تاني دكتور عبد التواب بركات. اهلا بحضرتك يا دكتور عبد التواب. تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد ولضيوفك الكرام ولكل المصريين الكرام. خليني ابدا، كان نفسي يبقى ضيف السوداني موجود دكتور فيصل والله اساله السؤال ده. دكتور عبد التواب، خطوره الملء الثاني، السودان قالت او كبير مفوضي السودان قال انه الملء الثاني هيهدد نصف سكان السودان بالعطش. سؤالي بقى يعني ما هو تأثير الملء الثاني على المصريين إذا كان هيهدد نصف سكان السودان؟ هو الملء الثاني جزء من تشييد سد النهضة، وده بيعمل آثار مباشرة على المفاوضات وآثار غير مباشرة على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية في مصر. على المفاوضات طبعا إنه أثيوبيا جادة في بناء السد والمفاوضات عبثية مستمرة، وبالتالي هذه المفاوضات تصب في مصلحة إثيوبيا لأنها بتستهلك الوقت وبتشتريه مجانا وتفرض الأمر الواقع. وبالتالي الحكومة المصرية والسودانية متواطئة مع النظام في أثيوبيا حتى تنتهي من بناء السد وتجعله أمر واقع كما عبر عن ذلك السيسي في الأمم المتحدة قبل سنتين. أما سد النهضة نفسه بقى تأثيراته وتداعياته على الحياة، كل الحياة في مصر، طبعا ده يعني أمر خطير جدا. هنبدأ مثلا لو قلنا إنه أثيوبيا هتقتطع 20 مليار متر مكعب في السنة، وقلنا إنه البحيرة السد العالي ممكن تعوض هذا العجز سنتين أو 3 أو 4 حسب إنجاز إثيوبيا اللي هي متعطلة بالمناسبة في السد نتيجة يعني فساد في الإنشاءات منذ 2017. وأقول لحضرتك يا أستاذ محمد إنه اللي معطل أثيوبيا الآن عن إنها تتحكم في النيل الأزرق مش المفاوضات ولكن الخطأ في الإنشاءات والمشاكل. طيب. اللي معلش يا دكتور عبد التواب عشان أدي فرصة للأساتذة الباقيين. معايا دكتور فيصل حسن. دكتور فيصل ازاي حضرتك؟ مرحبا استاذ ناصر، كيف احوالك؟ والله وحشنا يا راجل. والله بقول لك يا دكتور فيصل، يا رب ما تشوف وحش. النهارده في كلام كده سوداني. نعم. يبدو ان السودان كشرت عن انيابها ولوحت بان هناك مواجهات عسكريه قد تحدث او ما يسمى حرب النيل. الى اي مدى السودان جاده في التصريحات دي؟ شكرا جزيلا استاذ ناصر. مرحبا انتم والضيوف الكرام. ما عايز اكرر الكلام اللي انا قلته قبل كده، لكن للاسف الشديد
ال 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 كل اللي بيقولوه حكام السودان، سواء كان وزير الري أو البرهان نفسه اللي هو رئيس الدولة أو الدكتور حمدوك، ده عبارة عن تضليل للشعب السوداني، تضليل فقط. أول حاجة السودان ما عنده القدرة الآن على إنه يواجه أثيوبيا عسكريا. واحد، ده مش معنى كده إنه خوف. الأهم من كده إنه السودان كان في يده خيار آخر، هو الخيار القانوني اللي حسم الأثيوبيين، حسم الأثيوبيين بصفة عامة، ليس في موضوع صد النهضة. أما موضوع صد النهضة فهو محسوم لصالح الأثيوبيين، سواء بالنسبة للمصريين أو للسودانيين. يؤسفني أنا أقول لكم الكلام ده، يعني طبعا أنتم الإخوة في مصر يعني كفيلين منكم تدافعوا عن الحقوق بتاعت الشعب المصري وحقوق دولتكم، لكن أنا أتكلم عن السودان فرط في الحق بتاعه. الكلام ده واضح، ما يقول لك الملأ الأول ولا الملأ الثاني ولا الثالث ولا الرابع. المادة أو المبدأ الخامس من الاتفاقية الإطارية الموقعة في مارس 2015 منحت أثيوبيا كل الحق، كل الحقوق بدون أي استثناء في ملء وإدارة وتشغيل السد. أثيوبيا وحدها، والدولتين مصر والسودان وقعوا على الكلام ده. طب ما انا بس عايز اقول لك حاجه يا دكتور فيصل، انا نفسي تبعت لي نص الاتفاقيه دي، لانك انت كلمتني عليها المره اللي فاتت وانا على عيني، وانت لو عايز النص بتاع ابعته لك بعد ما الحلقه تنتهي، ابعت لك. ربنا يكرمك، لان انا انت بتكلمني على اتفاقيه انا مش قاريها، فانا مش عارف اتكلم فيها. هي 10 مبادئ يا عزيزي. شوف اسوأ المبادئ اللي هو ده بيورط السودان ومصر، الاثنين متورطين. طبعا السودان بلاوي كثيره في المبدا رقم 10 ده بتاع التسويه السلميه للمنازعات. تخيل المبدا يقول كما بالحرف، انا بدون تصرف زي. طب بقول لك يا دكتور فيصل، استنى والنبي الله يخليك، عندي سؤال فظيع جدا ليك انت، بس انا الدكتور اسامه طولت عليه قوي. دكتور اسامه معلش، يعني انت عارف الدكتور فيصل ضيفنا الدائم في القصه دي، واظن واعتقد ان انا صح في القصه، اكتر واحد قرا الاتفاقيه دي ودرسها وفصصها. سؤال لحضرتك، انا بكتب عفوا بس دقيقه، انا بكتب قبل وبعد توقيع الاتفاقيه سلسله بتاعت مقالات من 2015. أيوة. كتبت في الموضوع ده. طيب خليك معايا يا دكتور فيصل. دكتور اسامه، يعني الحمله باطل لتوقيع لتوقيع الاتفاق ده، هل تعتقد امام اتفاقيه موقعه بين 3 دول، السودان واثيوبيا ومصر، هل تستطيع هذه الحمله ان تؤتي ثمارها في المجتمعات القضائيه الدوليه؟ اولا استاذ محمد، هذه الاتفاقيه منعدمه، هذه ليست اتفاقيه، انت عاوز تكون ضارب ورقه لكن ملهاش اصل في الدفاتر. الاتفاقيه في الماده 151 من الدستور المصري بتنظم السلطات، يعني طريقه انعقاد اي اتفاقيه، وفي اخرها بتقول وفي كل الاحوال لا يجوز عقد اتفاقيه مخالفه للدستور. الراجل خالف الماده 44 اللي بتقول ان الدوله يعني ترعى النيل وتحافظ على الحقوق التاريخيه لمصر، فهذا اهدر الحقوق القانونيه والتاريخيه لمصر. الاتفاقيه لم يتم لا مصادقه عليها ولا اعلانها في صحيفه رسميه ولا كل الاجراءات التي اشترطها الدستور، فضلا ان هذه الاتفاقيه كانت خيانه للشعب المصري، لان اللي تفاوض عن هذه الاتفاقيه نيابه عن مصر محمد دحلان يرجع للنيوزويك يوم 28 ابريل 2015 وخلي الزملاء يطلعوا لك الصور على الشاشه، هتشوف دحلان وهو قاعد مع ديسيلين، دحلان وهو مع خالد فوزي رئيس المخابرات المصريه، دحلان في افلام فيديو وهو جالس مع ديسيلين ومكتوب انهم ينتظرون اتصال السيسي. فدوله راح اهدر جنب وزرائها وخبرائها وعلمائها في الري وفي القانون، وجاب دحلان يعمل لنا كارثه. كل مبادئها عباره عن كارثه، تسليم لاثيوبيا بالسياده على النيل الازرق،
اللي هو فيه 90% من موارد نهر النيل اللي جاء لمصر. طيب يا دكتور، اللي انا هو بقول بقى، انا مع كل ده يا فندم، وانا زي الدكتور فيصل حسن كده، برنامج مصر النهارده، وانا على قناه وطن الاخوانيه وعلى قناه مكملين اللي مالهاش علاقه بالاخوان، من اول البرامج اللي من 2015 بتكلم على سد النهضه، والاستاذ الدكتور محمد حافظ شاهد على ده. احنا عارفين ده يا دكتور. سؤالي المحدد: الى اي مدى تستطيع اتفاقيه باطل دي، او قصدي حمله باطل، ان توقف ما يحدث في السد بعد ما اصبح السد حقيقه؟ حملة توقيعك باطل هي جرس إنذار للشعب المصري ولكل المؤسسات المصرية. إلى متى تنتظرون؟ السودان عنده مصادر أخرى للمياه رغم الضرر الذي سيقع عليه، وفي خبراء في السودان بيقول لك السد ده لمصلحتنا. لكن مصر هي اللي هتشيل الكارثة، لأن مصر دي هي هيبة النيل. وهذه هذه المياه مش منا من إثيوبيا، هذا حق مصر، هذا هبة الله إلى شعب مصر. وبالتالي نحن نقول للمؤسسات، للجيش: إلى متى تنتظرون؟ إذا أنتم رحتوا عدلتوا الدستور في 2019 وعملتوا المادة 200 بتاع القوات المسلحة وقلت ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها، البلاد إذا فقدت شريان الحياة بتاعها مصر دي ستتصحر. تمام. مصر دي ستصبح شيء من الماضي. تمام. المؤسسات كلها عليها أن تنتفض ضد هذا الرجل الذي ورط مصر في اتفاقية منعدمة قانونا ولا أثر لها. طيب خليك معايا يا دكتور بعد إذنك. دكتور عبد التواب بركات، خلاص يعني الملء الثاني يقال أنه في يوليو اللي قادم. سؤالي الصريح لحضرتك: ما هي الآثار الزراعية المترتبة على الملء الثاني؟ عندما تبدأ إثيوبيا في اقتطاع 13 مليار في الملء الثاني، وقبل كده في الملء الأول احتجزت 5 أو 6 مليار، احنا بنتكلم على 20 مليار. 20 مليار من 75 مليار، يعني ممكن بعد سنتين أثيوبيا تملأ السد تماما، وده هيكون خصم يا أستاذ محمد من حصة مصر من مياه النيل. قلت لحضرتك هيتم تعويضها من بحيرة السد. طيب 20 مليار يا دكتور عبد التواب من 55 مليار، يعني لسه باقي 35 مليار. طيب يبقى 20 مليار لمدة 3 سنوات 4 سنوات، يبقى احنا استنفذنا المية اللي موجودة في بحيرة السد العالي. بعد كده مش ال 20 مليار مش هنقدر نعوضهم. 20 مليار يعني بوار 4 مليون فدان من الأرض الزراعية، بنتكلم على 40% من الرقعة الزراعية المصرية. دي بيعيش عليها 32 مليون مصري بياكلوا من الأرض دي. تخيل بقى ما فيش أرض نزرعها، أسعار الغذاء هتزيد، معدلات الفقر هتزيد، معاناة المصريين هتزيد، معدلات الطلاق هتزيد، الهجرة غير الشرعية، الناس يعني يا إما يروحوا السودان يتخانقوا معهم علشان الأرض والمية، يا إما يروحوا أوروبا هجرات غير شرعية في البحر المتوسط، ونشوف بقى مراكب بتغرق، الناس الصيادين مفيش. تلوث المياه في الترع والمصارف ونهر النيل هيؤدي إلى أوبئة، وتنتشر الأوبئة في مصر كأنه جسد إنسان والشرايين بتاعته بقت مسممة. الأراضي الزراعية هتتملح، مش هنزرع رز. بالمناسبة بقول إنه يعني بيقولوا آثار سد النهضة لم تبدأ بعد. لما السيسي بيمنع الفلاحين من زراعة الرز، كنا بنصدر 1,000,000 طن بمليار دولار، ما عدناش بنصدر، بقينا بنستورد الرز. بيقول علشان سد النهضة. اللي بيزرع رز الآن بقى بيدخل السجن ويدفع غرامة 4000 جنيه، الفدان ما بيكسبش 4000 جنيه. قال هنصرف أو بنصرف 200 مليار لتبطين الترع علشان ترشيد المية من أجل سد النهضة، وديت آثار مباشرة لسد النهضة من الموازنة العامة اللي كانت المفروض تروح للصحة والتعليم. بنشوف الأطباء بيموتوا دلوقتي علشان ما عندهمش كمامات واسطوانات أكسجين. لو قلنا الآثار أيضا في الناس اللي بيدقوا طرمبات وبيطلعوا مية على 12 متر، خلاص مش هتطلع ولا على 20 متر. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا بنستورد أغذية ب 13 مليار دولار، لما نص النيل ولا تلت النيل ما يجيش.
هنستورد ب 20 مليار واحنا بنستدين علشان ناكل. احنا بنستورد 13 مليون طن قمح، 9 مليون طن ذرة. ده لسه سد النهضة ما بدأش، وبالتالي الآثار كارثية على الحياة، مجمل الحياة في مصر. وأنا أرى إنه يعني بدل ما نقعد نقول هنحل مية، وده يعني خداع للمصريين، أو هنكرر المية أو هننقي المية ونعمل تدوير ثنائي وثلاثي، النظام يجب أن ينسحب من هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية بنص المادة 44 من الدستور المصري إن الدولة تلتزم بحماية الحصة المائية اللي هي التاريخية من مياه النيل. وأنا هنا يعني ألفت طيب النظر. هرجع لك تاني يا دكتور، هرجع لك تاني يا دكتور عبد الوهاب بعد إذن حضرتك. دكتور فيصل، أنا عندي سؤال لحضرتك بقى، أرجوك حاول تفسره لي. يعني السيسي في مارس 2015 وقع هذه الاتفاقية لأنه كان يبحث عن شرعية. ما هي الأسباب التي أدت إلى توقيع عمر البشير للاتفاقية دي؟ البشير أيضا كان متورط وكان تحت الابتزاز الأثيوبي، لأنه متورط هو والرفقاء أو مجموعة من رفقائه في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا 95. وسد النهضة واحد من التداعيات اللي حصلت نتيجة لهذا الابتزاز. فالأثيوبيين احتلوا مناطق، يعني أخصب منطقة في القرن الأفريقي احتلوه، وما يزالون حتى الآن رغم التمثيليات اللي بيعملها البرهان حاليا، وهي منطقة الفشقة. ومش وقفوا في الفشقة فقط، ديل وصلوا حتى في أكبر محمية تقريبا في شرق وسط أفريقيا اللي هي محمية الدندر في السودان، ودي ممنوع حتى على السودان نفسه إنه يقيم فيها أي حاجة وفقا لقواعد ولوائح وضوابط اليونسكو. الأثيوبيين قاموا فيها قرى كاملة، والكلام دي بشهادة وإقرار ممثل البرلمان بتاع منطقة الدندر، وقدم استقالته كان نتيجة لهذا الكلام، وذكر في 2 يناير الصحف السودانية. طيب. جاء بعد ذاك طبعا سد النهضة لاحقا، يعني بعد ما بدوا احتلال الفشقة وامتدوا لغاية ما وصلوا الدندر، بدوا في سنة 95. بعد ذاك جاء سد النهضة بشروط المختلة دي. يعني احنا الان الساده الافاضل بيذكروا بيقولوا انه واحد من الضيوف الكرام قال انه اثار السد ما ظهرت السر. هو حقيقي، كلامه حقيقي، وده قالوا لانه اصلا دراسات الجدوى، دراسات الاثار بتاعت السد اصلا ما قامت، ما اتفقوا حتى على الجهه اللي بتقوم بالدراسات دي، وطبعا بتلقوا اثيوبي. الاثار جايه لقدام، يعني في اثار بيئيه، وفي السودان بالمناسبه بيعاني من معاناه كبيره جدا. يعني السلامه بتاعت السد، التعويض، مبدا التعويض عن الدول لما تيجي ترجع للتعويض ما في اي بند ملزم لاثيوبيا، كله يقول لك احترام. طيب احترام مع الفرق. دكتور فيصل سؤالي لحضرتك، في نعم. مصر الان بعض الشخصيات الكبيره انضمت في تحالف قوى سياسية وبتعمل حملة لعلك سمعت عنها، حملة توقيعك باطل للسيسي. سؤالي إلى أي مدى نسمع عن هذه الحملة في السودان، وربما لو تظاهرت الحملة في السودان تؤيد الحملة في مصر؟ للاسف الشديد، يعني انا المؤسف جدا للاسف الشديد، انا عملت دعوات كثيره جدا في مقالات وفي ندوات وفي كده. للاسف الشديد الكيانات السودانيه، انا بقول عليها كيانات ما بقول عليها احزاب، لانها لا ترتقي لمستوى الوصف بهذه المفردة. فالحزب مؤسسه والى اخره، ده عشان ما نمشي لموضوع اخر. لكن الكيانات السودانيه كلها رغم الاخطار الخطيره جدا بتاعت سد النهضه سياديا وامنيا واستراتيجيا وكل ده، مجرد بيان بتاع شجب، ما حصل الا كيان واحد فقط سنه 2015 اسمه كان الليبرالي، عمل بيان واحد فقط. للاسف الشديد احنا تحت يمكن الشعب السوداني نفسه، يعني ليس فقط الازمه بتاعت سد النهضه، لكن ازمات كثير جدا حصل لنا افقار، حصل لنا ازمات مصنوعه بسموها الاداره بالازمات، المانجمنت باي كرايسيس. السودان يخضع لهذا النمط الاداري
بيديروا به الشعب السوداني، يصنعوا الازمات من العدم. السودانيين تحت بفعل هذه الازمات المصنوعه بيقوا ما بيستشعروا حتى الاخطار اللي عندهم. يعني الخطر بتاع سد النهضه بقى موسمي، وبيقوا طيب. يستغلوه مثلا شنو لنوع من الالهاء، يعني حتى الاشاره له نوع من الالهاء. الان اللي بيعملوا فوقه في الحدود الشرقيه ده تمثيل في تمثيل. طيب لانه انت في الوقت اللي بتيجي بتدعي فيه انك انت عامل حرب ضد اثيوبيا وعامل ايه وعامل ايه، ثروتك الحيوانيه كلها، اثيوبيا تعتبر من كبار الدول اللي بتصدر الاغنام اللي هو الضال. لما تيجي ترجع لانه وين المراعي، وين الاراضي اللي بتستوعب كل هذه الاعداد من الضال؟ لما تيجي ترجع للمنطقه بتاع شرق وسط افريقيا بتلقى اكبر دوله فيها ثروه حيوانيه من سلالات الضال هي السودان. ايوه على كل يعني حال تجارتك كلها ماشيه بهناك، وانت بتقول للناس احنا وعملنا وده كله. على كل حال دكتور فيصل حسن الكاتب والأكاديمي السوداني، بشكرك جدا، وفي انتظار الاتفاقية يا دكتور، وفي انتظار جنب الاتفاقية إشاراتك أو يعني مساهماتك عليها، يعني ملحوظاتك عليها. راسي على راسي ان شاء الله. بشكرك واشكرك يا جدا فندم، على ربنا السنه يكرمك. الكريمه، بشكرك. واشكر الضيوف الافاضل اليوم يتكلموا كلام حقيقي. واسمح لي بس في حته زي دي، يفضل الصراحه بتاعتهم دي. انا ده بحب الصراحه، يعني الضيفين الكريمين الاثنين يتكلموا، وده المفروض. لانه انت الان يعني لما المريض بتاع السكر يجي للطبيب ما يضحك عليه ويقول له يا اخي ممكن تاخذ لك حته بتاعت بسبوسه ولا حاجه وبتاع، لا، يقول له لو انت اكلت الحاجه دي هتموت. الان لابد انه يصارحوا الناس تتكلم بشفافيه، لانه المصيبه لا، بتاع ده انا هطلب الصدر دي طلب تاني يا كارثيه دكتور، بمعنى الكلمه. ده انا هطلب طلب تاني يا دكتور قبل ما أأمر. تمشي. انا اطلب اني اتفضل. اتمنى هو ليس امر، ان الاتفاقيه وملحوظات حضرتك عليها من الجانب السوداني، وانت تمثل الجانب السوداني، اطلب اني اتمنى نعم. يعني اني الاخوه الاساتذه القاده في التحالف ياخدوا مني نسخه ويطلعوا عليها، لعل وعسى تضيف ليهم شيء في هذه الحمله. موجوده يا استاذ محمد هي هتضيف. لا انا قصدي، انا فاهم يا دكتور، انا فاهم انها موجوده عند حضراتكم، انا بتكلم على ملحوظات الدكتور فيصل حسن عليها كجانب سوداني، يعني نعم. عشان تبقى الاطلاله شامله يا فندم. بالمناسبه الاخطار اللي بتقع على السودان تكاد تكون متمايزه مع زي نفس الاخطار الواقع على تقع مصر. على مصر. سد النهضه ده لو حصل له انهيار بالمناسبه، يعني ليس فقط السودان هيتمسح، يعني كله. ما ده اللي انا قصدي عليه، انا بخلاف قصدي كده ده اللي كنت ما في. اقصده يا دكتور فيصل، ده اللي كنت اقصده. طبعا ده اللي كنت وحتى في حصص المياه، لانه مجرد الاتفاقيه بتاع سد النهضه لغت الاتفاقيات السابقه كلها. الكلام ده ما عايز يقولوه الحكام بتوع السودان وبتوع طبعاً. مصر، ما عايز يقولوا الكلام ده. انت ده مبدأ في القانون توقيعك الدولي. الاتفاقيه سد النهضه الغيت. وبالمناسبه في مشكله ثانيه، لما الاتفاقيه بتاع سد النهضه تمشي وسد النهضه يقوم على كده، دول حوض النيل هناك عندك النيل الابيض برضه دايرين يغيروا الحصص بتاعت المياه، طبعا. ودي كارثه. طيب خليني يا دكتور يعني دي والله حد- نعمل لها لقاء تاني. الدكتور فيصل حسن مشكله. الكاتب والاكاديمي السوداني، مشكلة بشكرك كبيرة. جدا يا فندم. اشكرك. شكرا. دكتور أسامة، لعلك فهمت قصدي، يعني عشان ما يبقاش الموضوع مزنوق في قصة مصر فقط، ولكن هي قضية تهم وادي النيل، فكأننا نخاطب الشعوب ونخاطب المجتمع الدولي بشكل واضح. سؤالي لحضرتك، الدكتور عبد التواب بركات حالا، وأنا كتبت وراك يا دكتور عبد التواب، وأعتقد أن أنا هستفيد منك كتير. دكتور أسامة، الدكتور عبد التواب بركات قال أرقام أنا سجلتها وراه، بيقول نعم. بوار 4 مليون فدان، يعني 40% من الرقعة الزراعية، يعني 32 مليون مصري بطالة، يعني ارتفاع أسعار أغذية، يعني ارتفاع معدلات فقر، يعني ارتفاع معدلات طلاق، يعني هجرة داخلية وخارجية، يعني تلوث مياه، يعني أوبئة، يعني أراضي زراعية هتملح، يعني استيراد طبعا. أغذية بحوالي 20 مليار نوع من الأغذية. دكتور، إلى أي مدى يحتاج التحالف إلى مخاطبة المصريين بهذه الأرقام الفنية اللي ذكرها الخبير الدكتور عبد التواب بركات؟ يعني بالتأكيد طبعا الدكتور عبد التواب كان في ندوة معنا بيوم الجمعة الماضية مع الدكتور محمد حافظ مع عدد من الأساتذة في ندوة، يعني ويبينار أقاموا الاتحاد القوى الوطنية أيضا، وكان في شرح
فني واحصاءات قويه قدموها الزملاء جزاهم الله خير، وهو جزء من حملتنا ايضا، حمله التعريف وتعريف الشعب المصري وتوعيته بالمخاطر وتوعيه المؤسسات المصريه الحقيقه اللي هي بتلتزم جانب الصمت المريب، الصمت الفاضح، لان التاريخ سيلعن كل هؤلاء الذين يفرطون في حق مصر، في وجود مصر، في مستقبل مصر. القصة ليست قصة سياسية ولا قصة جماعة ولا حزب ولا خلاف سياسي، القصة قصة وطن. ولذلك هناك خطيئة كبرى ارتكبت، وهذا الرجل يجب وقفه إذا لم يوقف هذه الاتفاقية اللي هي أعطت الغطاء للأسف لإثيوبيا أنها تبني سد عدواني يحتجز أكثر من 76 مليار متر مكعب، ده غير الفاقد تكلم عنه الزملاء في الندوة السابقة، غير أن إثيوبيا بتبني 3 سدود تاني، منها سد من باب الاستهانة بنا وضعت حجر الأساس ليه أثناء المفاوضات، وبالتالي ده ل 2030 سيكتمل بناء 4 سدود سيحجزون أكثر من 200 مليار متر مكعب. لا تنسى تغريدة وزير خارجية إثيوبيا عندما انتهوا من الملء الأول، قال الآن تحول النيل الأزرق إلى بحيرة إثيوبية. هذا النيل الأزرق هو 90% من موارد المياه بتاعت مصر. ما يحدث الآن جريمة في حق مصر، يجب أن توقف بأي وسيلة. سؤالي الفني يا دكتور، سؤال الفني، حملة توقيع باطل لو أنا عايز، لو واحد مواطن عادي عايز يوقع عليها، هي كيفية الوسيلة للتوقيع أو للاشتراك في حملة باطل؟ سريعة يا دكتور. في توقيع إلكتروني، ممكن الزملاء في الاستوديو عندك يضعوا الرابط بتاعه للناس، يا ريت يا مسعد، اللي يدخل يوقع، وكذلك ينسخوا الوثيقة ويوزعوها على صفحاتهم. نريد أن تصل لكل قطاعات الشعب المصري، نريد أن تصل إلى كل المؤسسات، يعني لا وقت للصمت. باقي 127 يعني يا دكتور المطلوب، خلينا عمليين يا دكتور، المطلوب مننا دلوقتي هو عمل إعلان عن الموقع الإلكتروني للمشاركة في حملة باطل، وده متاح للمصريين كلها. هل بيحط بياناته أو حاجة زي كده يا دكتور؟ البيانات بسيطة، اسم وإيميل يكون صحيح. طب ما هو ده هينشر يا دكتور، طب ما ده هينشر. لا، هو محمد علي ولا سيد أحمد ولا، يعني ما كل الناس محمد وكل الناس سيد، يعني القصة لا نشترط بيانات يعني موثقة حفظا على أمن الناس، ولكن الإيميلات موجودة. طب والميل ما هو نفس القصة يا دكتور، الميل برضه يخوف. لا، الايميل هو محفوظ في الداتابيز بتاع الموقع اللي هم بيوقعوا عليه، لكن هو بيعمل كونفرميشن، يعني بيرسل له رابط تاكيد يدوس عليه علشان ياكد ان هو سجل توقيعه. طيب، وهناك يعني وثيقه ايضا يا دكتور؟ وهناك وثيقه هيوقع على الوثيقه، هو سيوقع على الوثيقه، يقراها ويوقع عليها وينسخها ويوزعها، لأن هذه الوثيقة تقول للسيسي أن توقيعك باطل وغير ملزم لمصر. خلاص، يبقى احنا بعد إذنك أهي الوثيقة اهي بيعرضها الأخ مسعد، هذه الوثيقة لإنقاذ الشعب المصري. خليني الأول أشكر الأستاذ الدكتور أسامة رشدي نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية. بشكرك يا دكتور أسامة. طيب، وقبل ما اشكر الدكتور عبد التواب، انا بس عايز انشر الورقه تاني، الوثيقه اهي، وانا بضم صوتي لصوت الدكتور اسامه. يا جماعه، خلص ضميرك من الاجيال اللي جايه، شارك في محاوله لانقاذ مصر. دي الوثيقه اهي اللي انت هتوقع عليها، والله العظيم كانك بتقول الموقع مؤمن من الاختراق وكل حاجه تمام، وانا عارف ده يا حضرات. صدقوني، انت ابص المكان الخانه ده، انت على الاقل بتحاول تقول للاجيال اللي جايه، بدل ما تف علينا تقول لهم لا انا شاركت في حاجه عشان اوقف المهزله زي دي. سياتي جيل على راي السادات الله يرحمه هيحاكمكم وهيحاسبكم على انكم ضيعتوا البلد دي. اي محاوله، بص، اي محاوله هتبرئ ذمتك امام الله وامام اللي جاي، انه انت حاولت تنقذ، بما يعني على رأي على قول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
بقلبك، وهذا اضعف الايمان. وقع الوثيقه وهذا اضعف الايمان. انت ما عندكش حاجه تعملها. السؤال الاخير للدكتور عبد التواب بركات. استاذ دكتور عبد التواب، انا كتبت والله واستفدت من حضرتك الاثار، وزي ما هقولها تاني لعل المصريين يعرفوا، وحضرتك راجع لو انا قلت رقم غلط نقلا عن حضرتك. بعد الملء الثاني مصر هينقص من حصتها 20 مليار، من ال 55 هيتبقى لنا 35 مليار. صح كده يا دكتور؟ دكتور عبد التواب؟ مش من ال 55، هو اللي بيجي من النيل الازرق 47 مليار. والخسائر المباشره هتظهر بعد السنه الثالثه او الرابعه، لانه بحيره السد العالي بتعوض هذا العجز الان. لا اللي هيجي لنا كام بقى بعد الملء الثاني؟ ما هو 13 من 47 يبقى 13 من 47 24. 13 من 47 كام يا حاج؟ ده الراجل ده مش معانا خالص النهارده. 34. الراجل ده حد يسلفه اثيوبيا حاجه قالت 31 بس. كام يا فندم؟ 31؟ اثيوبيا قالت 31، لكن هم لو حجزوا 13 من 47 يبقى 34 لمصر والسودان، مش لمصر بس. يا سنة سوخ 34 مليار لمصر والسودان. طيب الآثار يا دكتور، أنت قلت بعد 3 سنين أو سنتين، مش كده؟ بعد 3 سنين أو سنتين؟ نعم، السنة الثالثة أو السنة الرابعة. بوار 4 مليون فدان، يعني بما يمثل 40% من الرقعة الزراعية. بطالة ل 32. اتفضل يا دكتور. أنا عايز أقول لحضرتك ما قاله وزير الخارجية المصري كلام أكثر خطورة من اللي أنا بقوله. وزير الخارجية المصري قال إن كل مليار متر مكعب واحد، مليار واحد مش 20 مليار، يؤدي إلى تبوير 200,000 فدان، يعني كل 4 مليار بمليون فدان، يعني 5 مليون فدان. بيشردوا 200,000 أسرة وبيحققوا خسائر نص مليار دولار في الإنتاجية الزراعية فقط. ما اتكلمش عن خسائر علاج الأوبئة والصحة ومعالجة التملح والثروة السمكية. طيب خليني أقول ده يا فندم، خليني أقول اللي أنت قلته. قلت على حد يعني حساباتك أنت بعد سنتين أو في السنة الثالثة بوار 4 مليون فدان، يعني 40% من الرقعة الزراعية. بطالة ل 32 مليون مصري. ارتفاع أسعار غذاء، ارتفاع معدلات فقر، ونتائج الفقر اللي هي الطلاق، الجريمة، هجرة داخلية وخارجية، تلوث المياه، انتشار أوبئة، تمليح الأراضي الزراعية. لكن لم تحدثني يا دكتور زي ما الدكتور فيصل حسن في السودان كده اتكلم على تأثير ده على الثروة الحيوانية. احنا بنشوف دلوقتي الجيش حط ايده على المصايد السمكية والمزارع السمكية، فالمصريين بقوا بيروحوا يصطادوا في ليبيا وفي هناك عند اليمن وبيغرقوا هناك، والحوادث كثيرة جدا. قبل الثروة الحيوانية خلينا نقول الثروة البشرية. مصر بتشرب مياه شرب 10 مليار متر مكعب. شوف حضرتك السنة اللي فاتت لما أثيوبيا بدأت في الملء الأول، أعلنت السودان إن محطات المياه بتاعتها المآخذ بتاعتها وقفت، وهذا الكلام يعني قاله وزير الري السوداني. لما يحصل بقى العطش عندنا 90% من مياه الشرب بناخدها من مآخذ على نهر النيل والترع الرئيسية. تعديل المآخذ دي لأن مستوى المياه هينخفض، المحطات مش هتقدر تسحب مياه، محتاجة 10 مليار دولار عشان نعيد تأهيل محطات مياه الشرب في مصر نتيجة الآثار اللي هتحصل من سد النهضة. على كل حال دكتور عبد التواب بركات الخبير الزراعي وأستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية، بشكر حضرتك جدا يا فندم. دي كانت نهاية حلقتنا الحقيقة مع سد النهضة وتأثيره. كان في مفروض النهاردة معنا رسائل قصدي المشاهدين، لكن لضيق الوقت ولضيق ذات اليد، معرفش ايه اللي جاب ذات اليد في الموضوع، معاش معانا رسائل المشاهدين. هناخد الرسائل في حلقة تانية واحنا مهتمين بيها جدا، مش مهملين خالص، لكن النهاردة الحلقة الوقت أخر جدا. أنا بنصحكم شاركوا في توقيع وثيقة باطل، وكده تبقى أبرأت ذمتك أمام الله وحتى أمام نفسك. ما تقفش تتفرج وفي الآخر تحصل المجاعات. ده الطلاق دلوقتي زاد، ده حالات الطلاق دلوقتي زادت وكوارث، واحنا لسه مفيش أي حاجة. فبالك بقى لما السد يشتغل كده تبقى
من الرقعة الزراعية راحت 4 مليون فدان. 32 مليون مصري، دي حسابات الدكتور بركات بتاع بركات. 32 مليون مصري هيطلعوا من القرى عايزين ياكلوا، فهتكتر جريمة، هيكتر طلاق، هتكتر أحداث فظيعة جدا. شارك لعل وعسى ربنا يبارك في هذه الخطوة ونأثر أو تأثر، بصرف النظر بقى عن كونك مع السيسي أو ضد السيسي. شارك في حملة باطل. الحلقة خلصت، إلى أن ألقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير. جايلك بمد ايدي عشان تقومي، ياللي انت اسمك بين وريدي وبين همومي. بحلم افتح